أشكر هذه المحطة وأشكر الحكومة الأردنية والهاشميين الذين وقفوا مع الشعب السوري، وشكرا. دنياهم والذين اشتروا رضا بشار فوالله لن ينفعهم لا بشار ولا غير بشار، والنافع هو الله والضار هو الله. فقد اعتدى على مساجدنا وعلى أعراضنا وعلى حرماتنا، وإنه كان ولا زال وسيبقى يذبحنا ويقتلنا ويسفك دماءنا ويذبح أطفالنا دون رأفة ولا رحمة، لأن هذا ديدنهم، هم الباطنيين النصيريين العلويين، ومع الذين آزروهم من الباطنيين أيضا الروافض الشيعة أبناء عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام وفرق الأمة وكان كالسرطان في الجسد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة حفظهم الله ورعاهم وردهم الله إلى دينه مردا جميلا، واقفون ينظرون كالعاجز تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الآن سننتقل بإذن الله تبارك وتعالى في الكلمة إلى أخونا قاسم الحريري، قائد كتيبة الفاروق، من كتيبة الفاروق قائد سرية الشهيد علاء. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نترحم على شهداء درعا كافة، شهداء سوريا عامة وشهداء درعا خاصة. أنا قاسم الحريري من محافظة درعا، من كتيبة الفاروق بمنطقة اللجاه، قائد سرية الشهيد علاء الآر. أنا طالع صار لي 8 أيام أو 10 أيام من الداخل، وإن شاء الله راجع. بس يا أخوان والله حبيت أكون بهاللقاء مع الأخوان اللاجئين، مع الأخوان الجرحى الموجودين هون. حبيت شاركهم وجعهم اللي أنا شفته هون. استدعوني هالشباب، استدعاني المعز بالبيت حتى أشوف هالشيء اللي عم بيصير هون. والله يا شباب أنا شفت شيء كثير، شفت شيء برا وشفت شيء جوا، ولكن المأساة الموجودة جوا والله يا شباب إنه مأساة كبيرة. الجيش الحر جوا، الشعب السوري جوا، بالداخل والله مأساة كبيرة، مأساة بالداخل يعني، وخاصة في مدينة درعا الآن صار لها أكثر من شهر ونص أو شهرين محاصرة بالقصف، بالطيران، بالمدفعية، بالهاون. يعني بشار الأسد مش عارف إيش بده يتعامل مع أهل درعا ولا مع أهل سوريا كافة، هو بالمدفعية ولا بالطيران الميج ولا بالهاون، وخاصة منطقة اللجاه عم بيحاصرها بكل الطرق، عم بيحاصرها بكل الأماكن لحتى يقدر يدخلها. إن شاء الله هو بالنهاية ما راح يقدر يدخلها، وإن شاء الله منتصرين بعون الله. ولكن حبيت أوجه كلمة للجيش الحر بالداخل بالبداية، لكتائب درعا عامة. أرجو من كتائب درعا بالكافة يا شباب الاجتماع، الوحدة. إذا ما اجتمعنا وإذا ما توحدنا والله ما راح ننتصر. بالنهاية النصر من عند رب العالمين، ولكن بدنا نصفي النية، بدنا نجتمع ونكون إيد واحدة، بدنا نتوحد الصف. هاي بالنسبة للداخل. للخارج أنا شفت انشقاقات بالخارج كثيرة بالنسبة للإخوان مع بعضهم، إخوان بالمجلس الوطني، الإخوان المعارضة الخارجية. احنا ما بنشوف غير الدول عم بتطالب بالاجتماع للمعارضة، اتحدوا المعارضة، اتحاد المعارضة. على ايش انتم مختلفين؟ على الكرسي بعد الثورة. هلا بدنا نخلص من ابن هالحرام. احنا ما بدناش لا كرسي هلا ولا بدنا الشعب جوا عم يتكتل، انتم عم بتدوروا على مناصب، احنا ما بدنا اياها، احنا ما بدنا المناصب هلا احنا بدنا ننتصر، بدنا نخلص من بشار الاسد والعصابة الأسدية اللي عم تقتل بالشعب السوري، اللي عم تنتهك أعراضنا، اللي عم تقتل أطفالنا. الشعب بسوريا بالداخل والله 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 الوضع مأساوي يا جماعة، والله الوضع مأساوي. أنا صار لي 8 أيام وأنا راجع، أنا مش هربان، أنا بالعكس راجع. وبتمنى من كل شاب بالخارج بيقدر يحمل سلاح يدخل للداخل ما يضل برا. أنا ضد أي شخص بالخارج بيقدر يحمل سلاح. الشباب اللي كانوا جوا وانجرحوا
وصار عليهم دخلوا بالجرح، هذا امر عاد هذا من رب العالمين، ولكن نترجى من الداخل للخارج انه يدخلوا ويصيروا يتوحدوا بالصف ونكون ايد واحده. تفضل. اخي قاسم، يعني انت للتو قادم من ارض المعركه ومن ارض الرباط اللي هي ارض الشام التي تنبأ بها صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنكم تمصرون أمصارا، جندا باليمن وجندا بالشام وجندا بالعراق. فقالوا: اختر لنا يا رسول الله. قال: عليكم بجند الشام فإنهم أهل النصر وأهل الرباط هي أرض الشام. فحدثنا، حبذا أن لو حدثنا عن معنويات الرجال هناك، عن معنويات المجاهدين هناك، عن أفعالهم، عن ارتباطاتهم، عن عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هل هم لا زالوا على شرذمتهم التي كانوا عليها من قبل الثورة، أم أنهم عادوا إلى الله، أم أنهم ترابطوا تراصوا وقفوا وقفة رجل واحد، أثروا على أرض الواقع أم لم يؤثروا؟ تفضل. والله فكرة حلوة يا شيخ انك وجهت النظرة لهون. أبشركم يا شباب، والله الجيش الحر بالداخل معنوياته فوق ورائعة، معنوياته يعني ما راح تتحطم إن شاء الله ولا راح يحطمها، ولكن معنويات الجيش الحر بتقوى إذا اتحدنا وإذا قوينا الصفوف، بتقوى إذا دخلنا سلاح، بتقوى إذا بعنا أواعينا واشترينا بداله سلاح، بتقوى إذا حرمنا لقمة الأكل حاليا عن أطفالنا ودخلنا سلاح. احنا هسع الرصاصة الواحدة بتفيدنا، الرصاصة يا شباب بتفيدنا. والله 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 انا بشوف شباب جوا بالداخل يعني عندهم قدرة، يعني ما شاء الله، بيتمنوا بأي وقت وبأي ساعة وبأي دقيقة يشيلوا سلاح، بيقولوا لك مشان الله يا جماعة الخير اعطينا بارودتك مشان الله. عندنا صارت في شغلة في حالة، بعض الشباب صاروا قبل ما نطلع من المعركة يقول لك: يا أخي أنا بدي أروح معك. أقول له: يا أخي أنت مانك حامل سلاح. يقول لي: لا أنا بدي أطلع معك، إنه بلكي أنت انجرحت أنا مشان أشيل بارودتك بدالك. يعني تصوروا لوين إنه صار يتمنى إنه يقول إن شاء الله واحد ينجرح مشان أشيل بارود، مشان أجاهد أكثر. والله بعض الإخوان يعني إنه اللي موجودين بالداخل صاروا يتمنوا، يعني الطفل اللي عمره 10 سنوات صار يتمثل بالجيش الحر، صار يشيل، يعني لا تؤاخذوني بهالكلمة، عصاية يتشبه بالبارودة بس بده يشيل بارودة، يعني اللي عمره 12 سنة و13 سنة. فكيف الشباب اللي المجاهدين واللي عم بيصابروا وبيرابطوا ليل ونهار، يعني همة الشباب بالداخل والله قوية، ومعاناتهم معنها كثير قوية، ومعاناتهم شديدة الصعوبة، ولكن إن شاء الله إحنا يعني راح نضل ونصبر ونرابط وإن شاء الله راح نتحد إن شاء الله. رب العالمين ما حكمة ربانية إنه عمل خلافات بسيطة ولا عمل بالخارج ولا بالداخل، ولكن هي حكمة ربانية مشان يشيل الثورة لمة المليح ولمة الخام بيناتنا. فرب العالمين بده يصفي النسبة اللي بيناتنا هالخامة مشان نكتشف السيء من الخام من المليح. فإن شاء الله راح نتحد، وإن شاء الله بترجى رجاء كامل من قادات الكتائب بالداخل، من قيادة المجلس العسكري بالداخل، توحيد الصفوف، توحيد صفوف كتائب بالداخل كاملة، توحيد الصفوف المدنيين. بترجى من المدنيين مساعدة الجيش الحر في بعض المناطق ما عم بتساعد ولكن بيسروا يا شباب ما ظل خوف، والله ما ظل خوف، والله انه اذا بدنا نظل نخاف بشار الاسد راح يظل قوي. ما دامنا احنا عم نخاف بشار الاسد قوي، ولكن احنا خلينا نحط عيننا بعين رب العالمين ونقول لا اله الا الله والله اكبر، واحنا منتصرين بعون الله. تفضل يا شيخ. اخي قاسم، لا شك ان امة محمد صلى الله عليه وسلم وابو عبيدة بن الجرقيين يذودون عن حمى الامة الاسلامية وعن أرض الشام. إنها ولادة ستنجب أمثال هؤلاء رجال حقيقيين يذودون عن حمى الأمة الإسلامية وعن أرض الشام. ولادة ستنجب أمثال هؤلاء رجال حقيقيين يذودون عن حمى الأمة الإسلامية وعن أرض الشام، ويسقطون هذا المجرم بشار الأسد الذي طغى وبغى في الأرض وأكثر فيها الفساد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا سألتك لكن لم تجبني
بارك الله فيك. كيف تراص الصفوف؟ كيف هي الطاعة للقائد؟ كيف هي الامتثال للأوامر؟ كيف هناك يعني كيف يعني لم يعني أنت ركزت على مسألة معينة، لكن نحن نريد أن ترحنا حتى لا تنظر إلى الخارج ولا إلى الخلافات الخارجية مع الشباب الذين يتسابقون إلى المناصب ويتسابقون إلى دنيا لا تسمن ولا